مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين يتوافدون سنويا إلى اليمن عن طريق البحر عبر قوارب مهترئة، فإذا نجوا من الغرق فهم في هذه المرحلة الثانية من رحلة فرارهم يتصارعون مع الثعابين السامة ورجال حرس الحدود ليصلوا إلى حدود السعودية. ومن ينجح منهم في الوصول ذلك فسوف يعيش حياة غير شرعية على أراضي المملكة، وإذا ما ضبط أحد منهم فسوف يكون مهددا بالترحيل إلى موطنه. حيث بدأ رحلة الفرار الطويلة فسوف يحاول من جديد أن يدس نفسه في القارب الصغير ليجرب حظه في اليمن مرة أخرى، ومن ثم إلى السعودية. وإن ساقته الأقدار إلى سجن الترحيل هناك وبقي فيها لأشهر أو لسنوات فحماماته دون أبواب، ولا يمكن التخلص من رائحتها المنتشرة في المكان على مدار الساعة، ولا من الأمراض التي قد تنتقل من شخص لآخر بسبب شدة الازدحام في المكان، لدرجة يمكن أن تضطر للبقاء في حالة جلوس دائم ولا تتمكن من التمدد على أرض المعتقل شديد الحرارة. الشميسي ليس فقط سجنا في الرياض، فأكبر سجن أو أكبر مركز إيواء يقع في المنطقة الغربية على بعد 20 كيلومترا في الطريق بين مكة وجدة اسمه الشميسي أيضا. لا سبب واضحا لتسمية السجنين بالاسم ذاته، فيما يقع السجن الثالث في المنطقة الجنوبية بجيزان ويشتهر باسم الكربوس، وهذا الأخير القريب من الحدود اليمنية، ناهيك عن سجن الملز الذي يعاني ضغطا ديموغرافيا لا تعرف الجهات السعودية المسؤولة كيف تتعامل معه، فالعنابر المعدة أصلا لاستيعاب 100 شخص تتجاوز ب3 إلى 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية الحقيقية. وفي السعودية لم يعد المجهولون من دخلوا السعودية بطريقة غير رسمية وحدهم مهددون بالاعتقال في أي لحظة والزج بهم في أحد هذه السجون، فقانون العمل السعودي المعدل يجعل كل مقيم على أراضي المملكة هدفا محتملا للاعتقال ثم الترحيل عبر قافلة باصات الترحيل الخاصة بالسجون. ونظرا للاكتظاظ الشديد في العنبر ينام السجناء على الأرض مكدسين فوق بعضهم البعض، تضيق أنفاسهم بسبب سوء التهوية وانبعاث الروائح الكريهة من دورات المياه، مما يساهم في انتشار أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية، ناهيك عن الأمراض النفسية التي يسببها سجن تتمتع فيه كل سلبيات لخلق أفواج من المرضى. وتقول تقارير المنظمات الإنسانية أن إدارة السجون السعودية تتعامل مع السجناء والمرضى بكثير من اللامبالاة، فلا تكلف نفسها عناء عرضهم على الطبيب، وفي أحسن الأحوال توزع عليهم المهدئات والمسكنات، وهذا يعد مخالفا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسجون والسجناء، خاصة مسألة الانقطاع المزمن للماء الصالح للشرب ولفترات قد تصل إلى 4 أيام وتزيد، من أنواع المعاناة السجناء الذي يحتاجونه للشرب وللوضوء، ويضطرون لشراء المياه في حالة توفر المال لديهم، أو ينتظرون أن يجود عليهم أحد السجناء الميسورين برشفة ماء حتى لا يهلكون، وخاصة في الأيام الحارة. طبعا إذا ما تطرقنا إلى هذا الملف، ملف المهاجرين واللاجئين الأوروميين والأثيوبيين الذين يقبعون في المعتقلات وفي الترحيل وفي السجون في المملكة العربية السعودية، فإن أوضاعهم جدا مزرية. تصلنا تقارير مفادها أن البعض منهم لقي حتفه هنالك من شدة البرد، والبعض منهم يعاني من أمراض مزمنة، ويوجد بينهم النساء والأطفال. طبعا هذه المأساة استمرت لأكثر من 2 ونحن هنا الآن في السنة الثالثة، وأيضا لازلنا نناشد ونطالب توفير المستلزمات الطبية ومن أكل وملابس وإلى آخره. ناشدنا المملكة وناشدنا أيضا هذه الحكومة التي على رأس السلطة، الحكومة الأثيوبية،
وكحقوقيين وكنشطاء يعني نناشد ونطالب يعني ببذل المزيد من الجهد لضمان أن يحصلوا على المتطلبات الإنسانية. وأيضا يعني سمعنا بعض التصاريح، لا سيما تصريح من نائب رئيس الوزراء الأثيوبي ووزير خارجيته دمقة مكنن أنهم سوف يعني شكلوا لجنة يعني وسوف يقومون بإجلاء هؤلاء إلى الوطن. والبعض منهم يعني لا زال يعاني من آثار المرض، والبعض لا يزال يعني يرسل لنا تقارير من السجون، ويعني أنهم يجلسون في عنابر ضيقة وأعدادهم كثيرة والوجبات اليومية لا تكفي لهم، والبعض يعني يلبس يعني أكياس النفايات لكي يقي نفسه من البرد. كما نعلم أن هنالك أكثر من 450 ألفا يقبعون في السجون. لذلك يعني هذه المأساة يجب أن تنتهي، ويعني يجب أن يحصلوا على المساعدات العاجلة لإجلائهم ولخروجهم إلى وطنهم. فيما أطلقت منظمات المجتمع المدني لقومية الأورومو حول العالم حملة موسعة تناشد فيها السلطات السعودية الاهتمام بوضعية سجونها والتحقيق مع المسؤولين عن هذا التردي وإجراء الإصلاحات اللازمة للحفاظ على آدمية السجناء. وناشدت أيضا المجتمع الدولي على أن الآلاف من المهاجرين الأثيوبيين من قومية الأورومو في السجون السعودية ما زالوا يعيشون في أوضاع مرعبة، محبوسين في زنازين مكتظة وقذرة، يتضورون جوعا ويعانون من سوء المعاملة. فيما فشل الوفد الذي ترأسه وزير المالية أحمد شيدي لتسهيل إعادة المواطنين العالقين في التوصل إلى اتفاق مع السلطات المملكة العربية السعودية. وتزعم وزارة الخارجية الأثيوبية أن الجهود جارية لتحديد المجالات ذات الأولوية لحل القضية، وأن نتيجة المحادثات في تعزيز المزيد من الثقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا كانت واعدة. وبحسب مسؤولي الجالية، طالب المسؤولون الأثيوبيون الحكومة السعودية بدفع تكاليف إعادة المهاجرين بمجرد وصولهم إلى أثيوبيا، وهذا ما رفضته الحكومة السعودية وأحالت الطلب إلى منظمات الإغاثة الدولية. ويدعي مسؤولو المجتمع الأثيوبي في السعودية أن هذا هو سبب فشل الوفد في التوصل إلى اتفاق مع السلطات في المملكة العربية السعودية. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية رضوان حسين وسفير أثيوبيا لدى السعودية لين جوباتي ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأثيوبية المفتي الحاج عمر إدريس من بين أعضاء الوفد الذي ترأسه أحمد شيدي لتسهيل عملية إعادة المواطنين. ولم تعلق وزارة الخارجية الأثيوبية على مهمة الوفد منذ يناير الماضي، حيث تلقت الوكالات والصحف المحلية الشهادات المروعة والصور واللقطات المسجلة من داخل سجون المملكة العربية السعودية. قال أحمد أحد السجناء الذين تحدثت إليهم صحيفة آديس ستاندرد عبر الهاتف من سجن جدة إن الوضع يزداد سوءا. ودخل أحمد أراضي المملكة العربية السعودية عبر اليمن، وقضى آخر 11 شهرا في السجن مرتديا نفس الملابس التي كان يرتديها وقت القبض عليه. قال أحمد: أستطيع أن أقول أن جميع السجناء يرتدون أكياسا بلاستيكية مخصصة للقمامة من أجل استخدامها كبطانيات ولحاف. وردد شهادات العديد من السجناء، وأوضح أن أكثر من 300 شخص محتجزون في غرفة كبيرة تكفي لنحو 60 إلى 100 شخص. وقال أحمد أيضا: ما يفطر القلب حقا هو حالة الأطفال والرضع الذين يموتون في السجون، مضيفا أن هناك شيوخا ما بين 70 و80 عاما يعانون داخل السجون. وأشار أحمد أن المرض النفسي منتشر بين غالبية السجناء، مما يجعل الانتحار أمرا شائعا جدا. المواطن والمغترب الأثيوبي في المملكة يعاني الأمرين من الهروب من جحيم الأوضاع في أثيوبيا والفقر المقدع إلى نار المملكة وجحيم المعاملة اللا إنسانية وانتهاك حقوق الإنسان في غياب دور السفارة والقنصلية ووزارة شؤون المغتربين في متابعة حالات السجن والقضاء وبحث الحلول المجدية
وتعيين محامين مقتدرين للدفاع عن الكم الهائل من أبنائنا في الأراضي السعودية. إن احترام السعودية لأبناء الأثيوبيين من قومية الأورمو لن ينبع إلا إن احترام السعودية لأبناء الأثيوبيين من قومية الأورمو لن ينبع إلا من احترام الدولة الأثيوبية لأبنائها وإكرامهم ومتابعة قضاياهم والرفع من الهامة الوطنية المناضلة لأجل لقمة العيش الشريف. وينضم إلينا